أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول: تقدم إلي شاب يبدو على محياه صفات الالتزام والخير والصلاح. دخل علي المركز وهو يحمل في يده كرت. هذا الكرت أيها الأحبة كرت فيه رقم جوال، كرت فيه قلوب وورود، كرت لبعض المغازلين. يقول: رأيت ذلك الكرت، تقدم به ذلك الشاب المستقيم وقال: تفضل يا شيخ. نظرت إلى الكرت وإلى صورة الرجل، ثم إذا بذلك الشاب يقول: يا شيخ، هذا الكرت وجدته أختي مع إحدى الفتيات في بعض الأسواق، دفعه إليها أحد الشباب يريد أن يوقع بها، نصحتها أختي، أخذت الكرت، جئت به إليكم فلعلكم أن تنصحوا ذلك الشاب. قال الشيخ: شكرت ذلك الأخ ودعوت لأخته، وضعت الكرت على الطاولة وقلت علي أتصل به في وقت لاحق. ومرت ساعات سريعة ومر اليوم الأول والثاني، ومع زحمة العمل ما استطعت أن أتصل على ذلك الرقم. وبعد يومين وإذ برجال الهيئة يقبضون على شاب وفتاة في خلوة محرمة، أحضروه من المركز. أدخلت الفتاة إلى التوقيف وجيء بذلك الشاب وبدأ الشيخ يعظه ويذكره بالله رب العالمين، ثم يقول له: الآن نريد أن نزوجك بهذه فلانة التي ضحكت عليها وتزعم أنك تحبها. فنظر ذلك الشاب وقال: يا شيخ، أنا أتزوج فلانة؟ والله ما أتزوجها، ما أتزوج فتاة كل قليل تخرج مع أحد الشباب. أنا إن جيت أتزوج وحدة عفيفة. يقول: فأعدته إلى السجن، ثم أحضرت الفتاة وأخبرتها بما قال ذلك الذئب الذي كان يدغدغ مشاعرها. فلما سمعت ذلك الكلام بكت. قلت لها: الآن أريد رقم هاتف ولي أمرك ليستلمك. أخذت تبكي. قلت: لا تبكين. أخذت تتوسل تقول: استر علي. قلت: من الستر عليك أن أخبر ولي أمرك ليهتم بك. بدأت تبكي والدموع تجري على خدها وهي تمليني ذلك الرقم. بدأت أكتب الرقم، فإذا بي وأنا أكتب الرقم أشعر أن هذا الرقم مألوف لدي. لما انتهيت من كتابة الرقم نظرت إلى الكرت أمامي، فإذا بنفس الرقم. خرج ليعاكس بنات الناس، والآن أخته في مركز الهيئة. اتصلنا، يقول بالشاب. جاء الشاب ينفخ: ماذا يريد المطاوع مني؟ ماذا تريدون؟ قلت: تعرف هذا الكرت؟ قال: ما أعرفه. قلت: لا نريدك من أجل الكرت. قال: يا شيخ، هذا الكرت أيام الطيش، الحمد لله عقلنا. قلت: تعرف فلانة؟ قال: هذه أختي يشبهها. قلت: أختك تم القبض عليها مع أحد الشباب. قال: تكذبون. قلت: أدخلوها. فلما رأى أخته أخذ يبكي. لماذا؟ كما قيل دقة بدقة. ذهب يتعرض للفتيات، نسي أن عنده إخوات أخوات وعمات وخالات. وصدق رسولكم صلى الله عليه وسلم لما أتاه الشاب يريد الزنا قال: أترضاه لأمك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ إن الذي يرضى الزنا لبنات المسلمين ينسى أن عنده محارم. فكانت الكارثة. نعم أيها الأحبة، ذهب يغازل فإذا بأخته تحضر.